اشمعنى بقى؟ يعني ايه عطشانه 300 جنيه وانا عطشاني 150؟ كل واحد على قد لحمته يا مارو. هديتك على قد اللحمه بتاعتك وهديتها على قد اللحمه بتاعتها. ايوه. حاضر. حاضر يا اللي بتخبط. حاضر. اهلا، ازيك يا كل سنة فاديه؟ وانت طيبة. وانت طيبه يا حبيبتي حبيبتي. يا ماما، عاملة كل ايه؟ سنه وانت طيبه. كل سنة ازيك؟ وانت عامله أضحى مبارك يا ماما علينا عليك. وعليك يا حبيبتي عاملة حبيبتي، علينا ايه؟ وعليك. ازاي السنه الجايه صحتك؟ تكون انت وجوزك على جبل عرفات. حبيبتي خدي بس حبيبتي نحط اللحمة دي في التلاجة. محمد بعتها لك علشان دي كتيره قوي يا فاديه. شوية عليك يا والله يا يا ماما. حبيبتي ده انا لوحدي. لا ده انا جايبها لك كتيره جايبها لك وانا مكسوفة كتير يا والله. بنتي، كنت خلي عشان عيالك وحبايبك وكده وماله يا وامك. حبيبتي، خيرك سابق يا تعيشي حبيبة تعيشي يا حبيبتي، اروح اشيلها عامله ايه يا فاديه؟ عاملة ايه يا تيتا؟ انت ايه اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي. اخبار الحمد لله يا حبيبتي. ازيك وازاي عيالك؟ الحمد لله تمام. وجوزك عامل ايه؟ كله حلو. امال هو فين؟ ما جاش ليه؟ جايلك بس هو انت عارفه عشان الذبيحه وكده هو اه يا قال لي حبيبي. اريح شويه، بس ايه الحق يودي اللحمه لماما عشان ايه. ما حبيبي كلمني في التليفون وقال لي انا هبعت لك فاديه وعلى اخر النهار ممكن اجي لك. نام شويه. طب معلش قومي يا فاديه افتحي شوفي مين يا حبيبتي. شوفي مين. ايه ده؟ فاديه. ايه الحمد لله. كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي. عيد مروة. عيد اضحى خير علينا وعليكي يا قلبي. حبيبتي يا مروه. ايه ماما؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ كل سنه وانت طيبه ماما. وانت طيبه. عيد اضحى مبارك عليكي يا وعليك يا ماما. عيد اضحى مبارك عليكي يا خد يا امي، حبيبتي. خد يا ماما. اه يا حبيبتي. ايه تعبه اللحمه نفسك ليه؟ بتاعتك. في ايه يا ماما؟ دي ايه يا مروه؟ ده اللحمه بتاعتك نايبك. دي يا مروه. طب وانا هعمل ايه يا ماما؟ امال لو شفتي اللي جايبها لي فادي. جايبه لي كيسه قد كده حبيبتي. ماما ما عشان اللي ذابح ابنك، طب وايه يعني برضه؟ يعني ما انت خير بنتي. ابنك، فهي اكيد لازم هتجيب لك اكتر مني. اما ده جوزي ذبحها مهما كان جوزي غريب يا ماما، فانا ما ينفعش اقول له هو عاطي كله كيلوات كيلوات. قومي حطها لي في التلاجة. قومي، ولو ان انا عشان بس ما ردها لهاش، انما انا ودي كنت هرجعها. قومي حطيها في التلاجة يا بنتي. يا مروه ده، يا مروه دي تقلي بيا كده قدامها. قال لي بيها ايه يا ماما؟ بقول لك هو اصلا ده حاجه ابنك يا ماما. طب وايه يعني ما ابنك اصلا، ابنك يجيب لك اللي هو عايزه ويديكي يديكي نص الخروف. اما انا ما اقدرش احكم على جوزي يا ماما. لا بس برضه انا امك حبيبتي، لازم برضه كنت تجيبي لي حته حلوه كبيره تشرفني كده قدامها. ليه انت اقل منها ولا ايه؟ مش اقل ولا حاجه، بس انا هعمل ايه يعني؟ هو مقسمها اكياس كياس، مش معقول اقول له هات 3 4 اكياس لامي مثلا. حبيبتي طب هو كيس القريب وكمان هو ماما ده زي حته كيس خروف الصدقه؟ يعني يا ماما؟ هو ذابح جاموسه. بس برضه يا مروه يعني انا بحس ماما انت كده ان ليه كل انت حاجه ماما تقعدي تسمي بدني عليها؟ مش بيعجبك اي حاجه من اللي انا بجيبها لك صراحه وتقعدي ربنا. تقارنيني بفاديه وباخويا احمد؟ طب ماما ما احمد ابنك ومن حقه ان هو يجيب لك خيرات الله كلها، اما انا جوزي بيعتبر غريب عليكي، ما ينفعش اطلب منه. لا بس يا مروه انا برضه بحس ان انت قاسيه عليا شويه. معلش يعني. انت برضه بحس ان انت بتعاملي حماتك احسن ما بتعامليني يا بنتي. يا ماما حماتي ايه؟ هو ابنها وهو اللي بيديها زي ما ابنك ما بيبعت لك مع مراته الحاجات دي، هو برضه هو اللي كمان اللي بيروح، انا حتى ما بروحش. ما انا ببقى عايزه اتشرف بيكي يا بنتي واقول بصوا مروه جابت لي، مروه عملت لي، بصي يا فاديه مروه ماشي جابت ماما، لي انت ايه، ممكن بصي تتشرفي ايه. عادي من غير يعني ما انت ممكن تقولي بنتي بعتالي كذا وانا ما كنتش بعت. ده في ناس اصلا ما بتبعت لهمش حاجه ويقولوا ويقعدوا يرفعوا من مستوى بنتهم. اما انا على الاقل بديك يا ماما، بس انت برضه ما بيعجبكيش يا ماما. يلا عموما يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه. بعد ايه بقى ماما؟ بعد ما حرقتي لي دمي. خلاص يا فاديه شلت اللحمه في الثلاجه. يا حبيبتي حطيتها لك. طب تعالي علشان عايزه اديكي العيديات لعيالك، وبالمره مروه اديها العيديات لعيالها. اه. عشان ايه انتوا، انا مش عارفه ظروفكم، انتوا هتيجوا امتى ولا هتعملوا ايه ولا بتاع. ماشي. خدي يا حبيبتي دول عشان عيالك. شكرا يا ماما شكرا. خدي. كل سنه وانت طيبه وانتي يا خدي دول عشان عيالك. اشمعنى بقى؟ يعني ايه عطشانه 300 جنيه وانا عطشاني 150؟ كل واحد على قد لحمته يا مارو. هديتك على قد اللحمه بتاعتك وهديتها على قد اللحمه بتاعتها. ايه ده؟ هي بقت ماشيه كده؟ ما انت اللي ماشياها كده، هعمل ايه بقى؟ يلا هعمل ايه؟ كل واحد، ما مش انت بتقولي اصل دي ابنك من خيره
طيب ما انا لازم برضه اكافئ ابني عشان عاطيني مش ناسيني من خيره. وانت ده جوزك خلاص يبقى اولى هو يشيل عياله. ده حاجه كده رمزيه وخلاص. كل واحد على كل برغوت على قد دمه. والله يا ماما انا كده حاجه تكسف، انا عندي احسن اهون ان انا اقول ان انت ما عطيتهمش احسن ما حبيبتي ما تبقى انت اليوم عندك كده. 3 عيال كل واحد 50 جنيه. هي برضو 3 عيال كل واحد 100 جنيه. ما هو ابني بقى زي ما انت بتقولي قد الجوز بنتي. قد الجوز بنتي يعني. ما انت اللي قلتي القانون ده. انت اللي طلعتي القانون ده يا مارو. ماشي يا ماما. مش انا. عايزه حاجه؟ لا سلام. عشان انا اروح اوزع على كام حد. بس سلام عليكم. بديهم حتت كبيره شويه عن اللي اديتها لامك. كلهم زي بعض يا ماما، الراجل عامل لنا كله كيلوات. حطيتهم كويس في الثلاجه. حطيتهم. طيب بقول لك ايه، طلعي حته بره كده على الرف عشان هبقى اقوم اولع عليها. حاضر. يلا مع السلامه. مع ما السلامة. تنسيش تدي الهديات لعيالك. يلا كل سنة وانت طيبة. وانت طيبه يا حبيبتي مع السلامه. قال ايه زعلانه مروه ليه؟ ما كل واحد كل برغوت على قد دمه. اعمل لها ايه؟ مش هي جايه تقول لي ده مال جوزي؟ خلاص انا هصرف على جوزها.